تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه العين الاماراتي. ايه الفايده من وجود لاعب داخل الملعب؟ ان اللاعب ده يكون مؤثر، ان اللاعب ده يكون ايجابي، ان اللاعب ده يصنع الفارق واداؤه يفيد الفريق. طب ايه اللي يخليني اقعد اللاعب ده على الدكه لما تكون حالته كحاله امام عاشور في التوقيت الحالي؟ اداؤه سلبي بيضر الفريق، مش قادر يصنع الفارق، ودايما لعبه فردي نوعا ما. امام عاشور من اللاعيبه لو قعدته مباراه او اتنين هيقدر يرجع بمنتهى السرعه ويقدر يقدم اداء افضل من كده بمراحل، وده لان امام عاشور عنده امكانيات عاليه جدا، ينقصه ان هو ينافس على مركزه وان هو يرجع في اسرع وقت. امام عاشور لو قعدته على الدكه في مباراه العين الاماراتي يقدر ينزل كبديل ويقدر يصنع الفارق، وده علشان هيحاول ان هو يثبت للجميع ان انا امام عاشور امكانياتي عاليه فما اقعدش على الدكه. اذا وجود امام عاشور على الدكه هيصنع الفارق، هيخلي دكتك قويه. وجود قفشه في الملعب في ظل سوء دفاع فريق العين، وده اضعف خط موجود في فريق العين خط الدفاع، وفي ظل ان انت هتلعب على ارضك ووسط جمهورك، قفشه وجوده مهم جدا لانك هتستحوذ فهتقدر ان انت تلعب في العمق كتير. وكمان قفشه عنده اتقان التسديد مميز جدا، علشان كده ببدا بقفشه في مركز صناعه اللعب، وبغير طريقه لعبي ل 4-2-3-1 وقفشه يكون في مركز صانع الالعاب. التشكيل الافضل بالنسبه ليا لو جيت تشوف في مباراه الزمالك اللي خلى الاهلي يقدم اداء افضل، ان انت نقلت اكرم توفيق من النقطه السلبيه اللي بيقدمها في نص الملعب وحولتها لنقطه ايجابيه في مركز الباك اليمين، واديت مساحه لواحد زي احمد نبيل كوكا لاعب كوره في وسط الملعب، وكان اضافه قويه جدا لوسط ملعب الاهلي. كمان لما اشتريت النقطه السلبيه الموجوده في بيرسيتاو وخليت بيرسيتاو اللي لا بيدافع كويس ولا بيهاجم كويس، خليته على الدكه ونزلت بطاهر اللي قوي بدنيا بيعمل ضغط عالي، وكمان في الناحيه الدفاعيه مميز جدا، قدرت ان انت تقدم اداء جيد جدا. تعالى بقى نشوف التشكيل في ظل رجوع اشرف داري من الاصابه وجاهزيته بشكل قوي. التشكيل الافضل بالنسبه ليا في حراسه المرمى محمد الشناوي، باك يمين اكرم توفيق، قلبين الدفاع رامي ربيعه بما ان رامي رجع من الاصابه او خلاص ما عندوش اصابه ان شاء الله، يلعب في مركز المساك اليمين، وده علشان هيساعدك في الخروج بالكره بشكل مميز جدا. مساك جنب رامي ربيعه هيلعب باشرف داري، لان اشرف داري تمام رجع من الاصابه ومفيش اي مشاكل عنده وجاهز بنسبه 100%. يحيى عطيه الله باك شمال. في وسط الملعب مروان عطيه مع احمد نبيل كوكا، قدام منهم قفشه في مركز صانع اللعب، على اليمين حسين الشحات. وعايز اقول لك اللي قلته على امام عاشور اقوله على حسين الشحات، بس المشكله ان انا ما عنديش حد احسن من حسين الشحات بره علشان يلعب على حسين الشحات. حسين الشحات جناح يمين، وسام ابو علي راس حربه، جناح شمال رضا سليم. وعايز اقول ان رضا سليم يا جماعه مشكلته عدم الجديه، والجديه تيجي من الاستمراريه وانه يلعب مباريات وياخد اكتر، هيكون جاهز هيكون جد اكتر. رضا سليم يقدر ياخد الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وده اللي امام عاشور انت محتاجه منه في مباراه العين. اذا تقدر تاخده من رضا سليم وتقدر تخلي رضا سليم بيطلع بالكوره بشكل كويس او بيروح بمراوغه وبيسحب الفريق بسرعته. كمان رضا سليم مميز في التسديد، رضا سليم مميز في العرضيات بيمينه وشماله، ومميز في التحرك خلف الباكات. لو انت بتلعب قفشه صانع لعب هتلاقي رضا سليم بيتحرك بشكل مميز وهيكون له دور. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا للاهلي قدام العين الاماراتي. زي ما شرحنا امام عاشور لو قعد دكه هيكون اضافه في الدكه للشوط الثاني. امام عاشور لو قعد دكه المباراه اللي بعدها هتلاقي امام عاشور مختلف تماما، لان امكانيات امام عاشور تخليه يرجع في اسرع وقت ويقدم افضل ما عنده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.